ماما انت بس مش عارفه اكلمك كلمتين كده على بعض ما انا رايحه جايه. رايحه جايه؟ وانت عايزاني اروح اعمل ايه يا بنتي؟ انت كلامك مش عاجبني، مش جايه على هوايه، وانت عارفين لما في كلام كده ما احسش ان انا عاجبني ما بطنشه. مش انت عارفه عني كده برضو؟ ماشي. انت بتكلميه على امه. يعني ايه بقى، احنا محتاجين فلوس ويروح لا معانا؟ اغضبي هنا يا حبيبتي بقى وخليكي، انت عملتي اصلا كذا غلطه. انا قلت لك مفيش حاجه اسمها تغضبي وتسيبي بيتك. اغضبي في اوضه النوم بتاعتك، جيتيلي وزعلانه واصله هو واصله مش عارفه ايه، ايوه وامه يعني بتعمل ايه؟ امه بتسوي. مسيرك يا مرات الابن تبقي حما. يعني ايه يعني يقول لي ما معناش مش هنديكي الفلوس دي ولا راح اديها لامي واحنا محتاجينها؟ هو صح يا حبيبتي، ده ابن اصول ومتربي. امه عرفت تربي لكن انا ما عرفتش اربي. لما بنتي تقول لي، يعني انا اقول لك على حاجه هديها لك كده مثال واضح. لو انا محتاجه فلوس وجيت قلت لك انا محتاجاها، هتقولي انا ولا اولادك؟ انت. اشمعنى يعني امك؟ هي انت امك احسن من امه؟ يا بنت اتقي الله يا بنت، يا بنت اتقي الله. ده انت لو هو قال لك امي لا ما تاخدش وانت خدي، قولوا له لا، لو مالكش خير في امك مش هيبقى لك خير فيا. يا بنتي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ راحت يا ابن ادم اللي كنا بنكرمك علشانها. ده انت لو هو قال لك لا امي سيبك من امي، قولوا لا الا امك وابوك واخواتك دول حبايبي، لو ليه خير فيهم هيبقى ليه خير فيك انت وولادك لحد الممات. يا بنتي ده انا قلتها لك واقولها لك مره تانيه وتالته ورابعه، مسيرك يا مرات الابن تبقي حما. دي دايره مقفوله كلنا بنجري فيها، مقفوله ومردودالك. يا بنتي خلي بالك يا بنت، انا هقول لك ايه تاني؟ حرام عليكي، قلبي وجعني معاكي. امه ثم امه ثم وبعد كده انت يعني امك، انت اخر حاجه. مش هيزعلك يعني امك لو ليه خير في امه ربنا يخليها له، هيبقى كده الخير كله جاي لي. متهيالي كده بقى المعلومه وصلت. يعني بمعنى لو اي حد قال لك اي حاجه وهاتها وبيتك اولى وعيالك اولى ومراتك اولى ومش عارفه ايه، لا، امك ثم امك ثم امك. اوعى، رضا الام ده من رضا الرب، مالكش دعوه باي حد، المهم امك ورضا امك. ربنا يخلي لك امك وابوك وما يحرمش منك ابدا. مالكش دعوه بمراتك، مش هي اللي باقيالك، امك ودعوتها للسما، مراتك بعد امك. اوعى تنسى مني دي، ويا رب تكون الرساله وضحت ويكون الفيديو كمان عجبك.